يا ترى إيه اللي بيحصل لما الحب بيتعرض للضغط؟ هل في زمن العلاقات السريعة والكلام الكتير اللي من غير روح، هل المشاعر كفاية للحب القوي، ولا في حاجة أقوى بتبان وقت التعب؟ إيه رأيك يا ميانا؟ احنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم قوي. ايه السبب اللي بيخلي الضغط في الحب يظهر فجأة؟ يا ترى اتنين بيحبوا بعض جامد قوي قوي قوي، ايه اللي بيخليهم يحسوا ان الحب ده كأنه هيخلص وينتهي؟ اللي بيخليهم يحسوا بكده الطموحات الزايدة وسقف توقعاتهم العالي في بعض. الاتنين كل واحد فيهم باصص من زاويته هو وبس، عايز ياخد ومش عايز يدي، حاسس ان التاني فاهمه من غير ما يتكلم. لا، ده بيبقى احساس غلط وشعور بالانانيه ممكن يخلينا نفقد الحب الجميل اللي كنا حسينا بيه في اول العلاقات. فده سبب قوي قوي لازم ناخد بالنا منه. بس خدي بالك، الأنانية دايما في الحب مش مقصودة ولا ازاي بتبقى مش وحشة. مقصوده؟ هقول ازاي مش مقصوده؟ لا، في انانيه فعلا بتبقى مقصوده، وبتحسي ان الشخص بيبقى اناني وعايز التاني هو اللي يبدأ. مش شرط، مش في كل العلاقات. أنا شايفة إن طالما الحب موجود وصادق ما بين الاتنين، يعني مثلا أنت راجع من شغلك تعبان ومش قادر وعايز حد يطبطب عليك وعايز حد يحضنك ويهون عليك تعب اليوم اللي انت شفته، كلمت مراتك في التليفون قبل ما بتيجي البيت، تحس في صوتها ان في حاجة غريبة مش على طبيعتها، فبالتالي كده في حاجة غلط. فأنا دلوقتي هبقى ما بين أمرين، يا إما أبقى مستنيها إن هي اللي تطبطب عليا وتهون عليا التعب اليوم كله، يا إما أنا أحتضن تعبها ده وهون عليها انكسارها. متهيألي إن هو لو عمل كده في طبيعة الست بالذات هيلاقي مقابل هو مش متخيله، وأنا شايفة إن دي كده مش أنانية. يعني انت قصدك ان اللي بيزرع في الحب بيحصد امان؟ بالظبط، ده قصدك؟ مظبوط. اللي بيزرع في الحب بيحصد امان. نقدر نقول ان احنا نيجي على نفسنا شوية ونقدر ان احنا نخلي الحب بتاعنا ده متماسك وقوي، بان احنا ما نستناش ان الطرف اللي قدامنا هو اللي يبدأ. نحاول مظبوط. نبدأ، نحاول احنا نبدأ. مظبوط. طب انت تفتكري ان الرجالة هم اللي هيبدأوا في هذا المجتمع الذكوري؟ والله أنا شايفة إن الراجل جاوبي. يعني زي كده ما بيقولوا الرجال قوامون على النساء. القوامة هنا اللي هو انت مش هتبقى ضعيف لو انت اللي بدأت، بالعكس الست هي اللي ضعيفة، الست اللي هي دايما هي الضلع المحني زي ما بيقولوا، محتاجة قوامة، محتاجة حد يوجهها، محتاجة حد يطمنها، محتاجة سند، محتاجة تحسك ان انت ابوها، ان انت اخوها، تقدر تلجأ لك في المواقف الصعبة. ما هي هتروح لمين؟ هتروح لك انت. فبالتالي ده بيحسسك برجولتك. ده بالعكس انت المفروض تكون مبسوط ان الست تبان ان هي ضعيفة قدامك، فبالتالي انت تبتدي تمارس هواياتك الذكورية بقى، يعني تبتدي كده ايه، تحس بالسنس كده ده وتطلعه، فبالتالي هتلاقي من الست حنان غير طبيعي غير مشروط، هتبقى عايزة تطلع السما كده وتقطف لك النجمة وتقدمها لك على طبق من دهب. طيب أنا في الرجالة بقى في رجالة بقى ينفع اللي هو قاعد زي الصقر مستني الست هي اللي تبدأ، حتى لو كان هو اللي غلطان لازم هي اللي تيجي وتتكلم. لا، وكمان ايه، لو اتنرفز هي لازم تمتصه. ده حقيقي. طب ازاي وقت ما هو متنرفز ومتعصب وبيقول كلام حتف طوب، هو محتاج منها ان هي تكون كالم جدا وهاديه جدا وتمتص الهدوء ده. يعني ده ميكانيزم، هل الست ممكن تقدر ان هي تعمله؟ بالظبط، الست تقدر تعمله. انا شايفه ان طبيعه الست هي اداره الامور، اداره المشاعر. يعني انا دلوقتي
المود مش احسن حاجه. يبقى اذا انا ابتدي اخد كده جنب مع نفسي، اعرف ان دي مش طبيعته، مش طبيعه الشخص اللي قدامي انه على طول كده. فبالتالي انا ابتدي ادير الدنيا في البيت عامله ازاي. اهدي الولاد، انا اكون هاديه جدا، احاول ان انا اعمل له اتموسفير يبتدي هو من جواه انه يهدى. اول ما يهدى بقى، لو حصل اي تصرف خارج عن المألوف هو زعلني، هيحصل تصرف خارج عن اكيد المألوف. اكيد، ما هي مهما كان عندها لحم ودم. مشاعر بالظبط وبتحس. يعني ف- الحاجة اللي ننصح بيها قوي السيدات ان هم يتبعوها شوية صمت لتدارك الأمر. نلاقي مثلا الراجل عنده أنافة الرجولة والذكورة، واللي هو مش متحمل ان انت تردي عليه بكلمة. لازم يا ستات يا حلوات ان احنا نحاول شوية نحط لساننا في بقنا ولو ل5 دقايق. ممكن هو يتدارك الكلمة الوحشة اللي قالها أو التصرف اللي هو قاله أو الخبطة والزغدة والحاجات اللي ساعات الرجالة بيعملوها من غير ما يكونوا يعني واعيين اللي هم بيعملوا ايه. زي ما ايمي قالت، التصرفات الغير مألوفة ناخد 5 دقايق صمت ولساننا ما يشتغلش ونرد في ساعتها، لان احنا ممكن نخسر كتير قوي في النقطة دي. بالظبط. وكمان المفروض برضو نصيحة للرجال، لما الست تيجي تتكلم وتفرغ اللي جواها والحاجات اللي مضايقاها منك انت كشخصية، في طريقة تصرف معين، في طريقة اتيتيود معين انت اخدته معاها مش مقبول بالنسبة لها على حسب ما هي اتعودت منك. ما هي الحياة كلها مشاركة، المفروض انت تتقبل النقد منها. فبالتالي انت لما تيجي هي تقول الكلمة لك دي عن ممكن تهز مشاعر جامدة قوي. لا والله الرجالة بالعكس. يتقبل النقد دي، لا في رجالة ما تتقبلش النقد. لا، ما هو احنا هنا موجودين عشان الناس كلها. احنا لازم يا جماعة نكون رحماء ببعضنا. احنا مهما كان، هو راجل وهي ست، هو عنده مشاعر وهي عندها مشاعر. هي مش جماد يا معشر بالظبط الرجال، هي مش بالظبط، جماد. ولا انت جماد. فبالتالي لما تيجي تقولك ان هي اتضايقت من التصرف ده او اتضايقت من طريقة الفعل ده، مثلا عملت لك نيو لوك جديد وانت ما عبرتش اهتمتش. من الاخر يعني، أيوة. فده بيزعل الست جدا. جدا. عيد ميلادها جه وانت ناسي. عيد الحب. تصرف في مثلا، ناس تقول مثلا ايه عيد الحب، انا مش بعترف بعيد الحب. لا على فكره هي بتبقى مستنيه منك ابسط شيء، ومش لازم تجيب لها كادو حاجه غاليه، يعني، مش لازم تجيب لها يعني هديه خياليه خزعبليه. مش زي ما السوشيال ميديا بتصور. على فكره لا، الستات عاقله، الستات واعيه، ستات البيوت اللي بتربي، اللي عايزه تعيش، محتاجه ان انت تطبطب عليها بحاجه بسيطه. مش معقول كله هات 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 من غير ما تاخد منك سنس كده حلو يشجعها ان هي تكمل. بالزبط. حاجه بسيطه مش هتخسرك كتير، ومش كله كلام حلو، لا لازم يكون في فعل. بالظبط، لازم يكون في فعل، لازم يكون في فعلا فعل. مش شرط يعني الفعل ده يبقى كبير قوي، المهم ان يبقى في ايشو انت عملته عشان خاطرها هي، مش عشان بالكلام. شخصيتها هي. فاكره الاغنيه بتاعت راغب علامه؟ مش بالكلام تملك عيني وقلبي وتخليني احبك. بالظبط، مش بالكلام. مش الحب كل حاجه جميل. بيع كلام. الحب لان جميل. الست حساسه بتقدر بالظبط، حاجه بسيطه بتقدر، غير بقى الست الطماعه. في ستات طماعه فعليا، انت لو جبت لها حاجه بسيطه قد كده انت بتحس منها ان هي يعني بتستقلها او لا مش كل الستات طماعه. انت اكيد يعني شواف زي ما بيقولوا. والراجل بيقدر يفهم، ذكي جدا، بيقدر يفهم الست طبعا الطماعه من الست اللي مش من طماعه، الست الحلوه كده، العسل كده، الاصيله، اللي زي امهاتنا كده. فنقدر الاصيل. بالظبط، نقدر الاصيله يا جماعه شويه. يلا هنسيبكم وراجعوا حساباتكم يا رجاله، وقدروا الست الاصيله اللي شايله بيوتكم، وما تاثروش في حقها.